السلام عليكم حبايبي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. مساء الفل والخير والسعادة والهنا على أحلى وأجمل إخوات. كل سنة وانتم طيبين كلكم. النهاردة مع بعض كده هنعمل الفول، هو كان مطلوب مني وأنا بصراحة ما أقدرش أتأخر على حبيبة قلبي اللي طلبته مني. طبعا هنا الفول بنفضيه في حاجة بقى كده غويطة، أي بولة أو كده أو حلة، وهنبدأ نغسله كويس. واللي هيطلع فوق الوش أو هحسه يعني الأول هنقيه طبعا لو هو محتاج تنقية. بصراحة الفول ده ما كانش محتاج تنقية، بس لقيت فيه واحدة كده مش حلوة، هي دي بس اللي شلتها. هتلاقي مثلا عايم كده فوق الوش خفيف، ممكن تشيليه. بس هنركنه كده أو هنشيله لمدة من 8 ل 12 ساعة على حسب نوع الفولة. طبعا لو الفولة كبيرة كده زي ما انتم شايفينها وغامقة، هتسيبيه مدة أقل، يعني هتسيبيه من 6 ل 8 ساعات بالكتير. هنا هجيب برضو فول مدشوش، ونفس اللي عملته في الفول التاني هعمله في الفول ده. هغسله كويس، انا لقيت هنا حاجه سودا نازله منه، فبعدين هكب بقى الميه خالص، بصراحه قرفت من شكلها. وكده كده انا هغسله يعني كويس، واكب الميه مرتين برضو، وبعدين احطه في ميه للنقع، واسيبه برضو لمده 8 ساعات. ليه بعمل الحركه دي؟ بعمل الحركه دي عشان اي بقوليات المفروض ان انت بتنقعيها اقل حاجه 8 ساعات، علشان الغازات وعلشان البقوليات تبقى كويسه معاكي في السوى، يعني لما تيجي تسويها او كده. هنا ده هنغسله بالشكل زي ما انتم شايفين كده. طبعا كلنا شاطرين وعارفين كل الحاجات، في بس تكات بتكون موجودة. انا بعمل تكة، انت بتعملي تكة تانية، بتديكي طعم تاني، حاجة جربتيها لقيتي حاجة تانية او بشكل تاني، او ممكن تكون اضافة تانية هتضيفلك طعم وشكل او تختلف معاكي في الطبخة او في الحاجة اللي بتعمليها. فانا ما عليا غير ان انا بقولك تجربتي، وانت عليكي تجربيها. ولو عجبتك تسيبي لي اللايك، لو ما عجبتكيش اوعي تحطي لي ديسلايك، حطي لي بس قولي لي ايه اللي انا عملته غلط. ولو انت بتعملي حاجه صح او بتعملي حاجه احلى قوليها لي، اخد برضو ونتعلم من بعض. مش الواحد طول ما هو عايش لازم يتعلم. هنا خلاص بقى هنملي المية ونركنه برضو على جنب زي التاني بالظبط. انا حبيت امشي معاكم خطوة خطوة، مرضتش اجهز حاجة من غير ما اقول لكم. هنا كنت جبت جزر وقشرته وغسلته طبعا كويس، وهبدأ ايه اعمله كده بالمبشرة، ابشره بالمبشرة، او لو عندك الخلاط تعمليه بالخلاط زي ما انت. هنا كان تاني يوم وكنت نقلت خلاص الفول بتاعي، لان لقيت لما اتبل كده واتنقع ان علا قوي في البولة، فنقلته في حلة ودلوقتي بغسله بقى تاني وبنقله في الحلة اللي انا هشتغل فيها على النار. زي ما انتم شايفين انا كنت بشتغل بس بايد وبعمل بايد، عشان كده يعني تلاقوني ايه باخد حبة صغيرين، لكن طبعا انا قفلت الكاميرا وشلت بايديا الاتنين، ولازم كده ايه نكون ايدينا شغالة يعني تمام في المطبخ. هنا برضو الفول التاني بوريكم بقى بعد ما النقع وكده، برضو بغسله كويس تاني وبحطه عليه. هضيف قد ايه او هعمل ايه؟ هو انا بصراحة هنا عملت كيلو 200 جرام، لان كان كل كيس 400 جرام، فانا عملت الكميه بتاعتي كلها لاني هخزنها وهنشوف هنخزنها مع بعض ازاي. هنا بقى هضيف قد ايه من هي بصراحه كل الحاجات عمليات تقديريه، يعني انا مش ما التزمتش بكميه معينه. بس هنا حوالي حطيت ربع كيلو من الفول المدشوش، وعليه 4 5 جزرات كده هو حجمه متوسط. تقدري تضيفي الكميات دي زي ما انت عايزه. يعني الليمون، انا عندي ليمونه هنا كبيره قطعتها 2 كده وضفتها. في ناس ممكن تحط ليمونه معصوره وبتضيف عليها، يعني بتعصري ليمونه وبتحطي ليمونه جواه، برضو الطريقتين صح ومش غلط. ايه تاني بقى اللي هنضيفه؟ في اضافة حلوة قوي قوي، بس اهم حاجة هنقولها دلوقتي مع بعض، ان احنا لازم نكون بنسخن مية اثناء ما بنجهز الكلام ده. اوعي تحطي عليه مية باردة، حطي عليه مية سخنة. المية السخنة هتظبط لك الفولية بتاعتك. طبعا لو عندك فول من الفاتح يكون افضل، لان طبعا الفولة الغامقة دي هتغمق لي الدنيا خالص، بس احنا هنحاول نتغلب على اللون ده. طبعا حطينا كمان حبة عدس. العدس عبارة عن قد ايه؟ انا حطيت 3 معالق من العدس كبار،
واكتفيت بيهم. تقدري زي ما قلتلك تزودي الكمية أو تقلليها على حسب ما انت عايزة. كل الكلام ده مش هيكون له أثر لما الفول يستوى، يعني عبال ما الفول بتاعي يستوى ولا هيكون في أثر للجزر ولا للعدس ولا لأي حاجة. ما تضيفيش طماطم، لأن في بعض الناس بتضيف طماطم، والطماطم يعني هي غلط في حاجتين. الحاجة الأولانية إن الطماطم هتغمق لي الفولة بتاعتي أو هتغمق لي الفول بتاعي. الحاجة التانية إن هي ممكن تحمضهولي، فأنا أبعد عنها بإيه؟ لو أنا حابة إني أضيف طعم الطماطم، أو يعني هو بصراحة مش هيكون له طعم، يعني مش هتكون الطماطمية هتأثر في طعمه، مش هتديله أي طعم ولا أي اختلاف، ولا حتى الفول ولا الجزر اللي احنا حطيناه دول برضو مش هيبانوا في إيه؟ في سمك المية بتاعة الفول. هي دي اللي هيتخلي المية بتاعة الفول. بديل ما انا احط معلقة دقيق، وهوريكم برضو الموضوع دوت وايه اللي انتم تقدروا تخنوا بيه المية بتاعة الفول لو حابين. هنا حطيت معلقة من الخل، ومعلقة الخل دي علشان بس تديني لون افتح شوية، عشان انا اللون بتاع الفولة بتاعتي غامق. وكمان حاجة تانية ان هي هتسرع معايا برضو عملية النضج. طبعًا الحاجات دي كلّها زي ما أنا قُلت لكم هيختفي طعمها خالص، مش هتبان لها طعم ولا هتبان أصلًا مع الفول بعد ما يستوى. هنا بعد نُص ساعة أنا باحط طبعًا المَيّة السخنة، وباغطّي بقى كويس الحلة بتاعتي عشان أنا ما عنديش فوّالة، فاستخدمت حلة سلّستين. ممكن طبعًا لو عندِك فوّالة هيكون أحسن. هاعمل إيه؟ هاحط بعد ما حطيت كل المكونات بتاعتي ديّة وحطيت عليها المَيّة السخنة، هاحطها على نار عالية لمدة نُص ساعة لغاية لمّا تغلي. لمّا تغلي وعدِّت النُص ساعة، هابدأ أوطّي عليها النار بتاعتها تبقى شامعة كده خالص، يعني نار أوطى نار عندِك النار بتاعة القهوة، وتوطّيها على الآخر خالص، خالص، ولو عندِك شياطة حطّيها تحتيها. والحاجة التانية كمان إن أنا هاملي مَيّة سخنة مغلية وهاحطها فوق الغطا بتاع الحلة، بحيث لو الفول بتاعي احتاج مَيّة هازوّده. بس أنا من الأول كنت مزوّدة كمية المَيّة بحيث إن هي تقعد النُص ساعة ما ابقاش قلقانة، لإن طبعًا أنا باعمله في حلة سلّسين مش باعمله في الفوّالة، فهابقى قلقانة برضه إن هو ممكن يلدع أو كده، وما أنا مش عايزة أفتح عليه، فباكون مزوّدة كمية المَيّة علشان أبقى عاملة نَفْسي في أمان. هنا بقى حبيت أفتح اللون بتاعه، فحطيت إيه؟ معلقة كركم. معلقة الكركم دي هتديني لون، وطبعًا مش هتفرق معايا في الطعم خالص، بس هتفتح لي اللون بتاع المَيّة بتاعة الفول. كده بقى هارجع تاني أغطّي عليه، وبرضه هاسيبه لغاية لمّا أحس إن هو قرّب. باسيبه قد إيه أو بافتح عليه كل قد إيه؟ أول مرّة بافتح عليه باكون بعد نُص ساعة على نار عالية. بعد كده باوطّي عليه خالص، بعد كده بارجع تاني أبُص عليه بعد حوالي من ساعتين ل3 ساعات أبُص عليه. بعد كده لو محتاج مَيّة بازوّده بمَيّة سخنة مغلية، ما بازوّدوش بمَيّة باردة أبدًا ولا مَيّة فاترة، بازوّده بمَيّة سخنة مغلية، وبادّي له تقليبة وباغطّي عليه كويس أوي، وارجع أكتمه تاني وأسيبه على النار. هياخد معايا قد إيه على النار؟ هو بصراحة على حسب نوع الفولة وعلى حسب ما تاخد معاكِ، بس يعني أقل مدة هتاخدها هتكون حوالي 4 ساعات أو 5 ساعات. أنا أخد معايا قد إيه؟ أخد معايا حوالي 7 ساعات. ليه 7 ساعات؟ لأني أنا سِبته على نار هادية خالص، 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 ورُحت خرجت ورجعت وهو على النار. طبعًا أنا كنت عارفة الوقت بتاعه، وكنت مزوّدة المَيّة وكل حاجة، وخلّيت بنوتي طبعًا إيه كانت بصِّت عليه. هنا كنا بنعمل إيه؟ هنا كانت الفولة خلاص استوت بقى. أنا لمّا وريتها لكم أول مرّة كانت لسه القشرة جامدة شوية، فسِبتها وما جيتش جنبها وكمّلت سويها. هنا كنت نقلت حبّة صغيّرين في حلة تانية، وحبّيت أورّيكم لو أنتِ عايزة تتخّني المَيّة بتاعته تعملي إيه. معلقة دقيق، ولا تاخدي حبّة من المَيّة بتاعته، لا تاخدي حبّة مَيّة دافيين وتقلّبي فيهم الدقيق وتضيفيهم عليه، فهيفتح شوية برضه معاكِ اللون بتاع المَيّة بتاعة الفول. طبعًا لو أنتِ الفولة بتاعتِك من الأساس فاتحة مش هتحتاجي أبدًا معلقة الدقيق، لأن already إحنا حاطين العدس وحاطين الفول، والاتنين دول هم هيتخنوا لي المَيّة بتاعتي. لمّا تبرد هتبقى تخينة وتقيلة زي بالضبط اللي بتجيبيه من عند بتاع الفول، وأحلى لأن ريحته كانت تحفة. بصراحة
بصراحة ريحته كانت جميلة قوي. أنا قعدت أدوق المية بتاعته وأدوق الفولة من غير ما أحط عليهم أي إضافات. هنا كنت عبيت بقى برطمان صغير واللي هو اللي أنا عملته بالدقيق، وبرطمان تاني وحطيت على وشهم حبة زيت. ليه هحطهم دول في التلاجة؟ دول هحفظهم في التلاجة. الباقي هنحطه في أكياس على حسب الكميات اللي انت محتاجاها، أو الطبق مثلا، أو الكمية اللي انت بتحتاجيها في يومك، وهنحطهم في الفريزر. قبليها بيوم من بالليل هتطلعيه. انا عملت ايه عشان اعملهم بقى في الاكياس؟ جبت المعيار ده ولبست فيه الكيس وبدات طبعا اعبي فيه. يعني كنت بوريكم بقى الفوله، يعني الفوله ما شاء الله جميله جميله جميله. على الرغم ان الفول ديت، يعني الفوليه ديت كانت بالنسبه لي صعبه لانها غامقه، وانا طبعا كان نفسي الاقي فول فاتح بس ما لقيتش خالص. وبكده بقى عملنا الفول بتاعنا، وعملنا كمية أعتقد إن هي تكفينا وزيادة يعني. يعني أنا طلع معايا 9 أكياس وبرطمانين. البرطمانين كل واحد هيعمل لي طبقين. أيوة. فعندي حوالي كام يوم؟ عندي حوالي أكتر من 17-18 يوم، ممكن كمان يبقوا أكتر، لأن يعني في أكياس أنا معبياها كتير يعني، فممكن نحط منها على الفطار، واللي يتفضل هنسحر برضو منه، أو هيتعمل برضو سندوتشات بالليل للسحور كده يعني. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، وأكون قدرت أقول لكم كل التكات والحركات والأسرار اللي موجودة في الفول المدمس. وأسهل منه على فكرة مفيش، وهتعملي حاجة نظيفة وجميلة. ما أعتقدش إن يعني في، طبعا مش عايزة أشكك في ذمة كل الناس، بس طبعا ما أعتقدش إن واحد مثلا هيفضل يغسل كويس كمية الفول اللي بتتعمل عند الراجل أو كده. ما تعملي حاجتك في بيتك بتكون طعم تاني وشكل تاني، وكل حاجة انتي عاملاها بايديكي وشايفاها. هنا بقى كنت بعمل لكم طبق من الفول، فحطيت الفول وهرسته، وحطيت عليه طحينة وزيت زيتون وتومية، وحطيت عليه طماطمايه زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نقلب بقى. لو عندي طبعا فلفل حامي كنت قطعت عليه، بس انا ما كانش عندي اليوم ده فلفل حامي. نقدر نحط حبة شطة طبعا، والملح بتاعنا والليمون، والف هنا وشفا. وده نوع من انواع الفول اللي عملناه مع بعض. وكل سنه وانتم طيبين، وكل الامه العربيه والاسلاميه بخير، واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش فينا بدعوة